منذ بداية البشرية والإنسان كيربي واحد الغريزة ديال الدين هي اللي خلات الإنسان يصبر على أسوأ الوضعيات ديالو، سواء كانت وضعية نفسية أو وضعية مادية. إلا شدينا شي واحد وحطيناه في شي جزيرة بوحدو، نهار يكبر يعرف باللي غيحتاج ياكل ويحتاج يشرب، غادي يصيد وغادي يعيش حتى يوصل لواحد السن اللي غيولي قادر يفكر فيه. هنا غيعلي عينو للسما وغادي يشوف هاد العالم اللي عايش فيه، وبلا ما يحس يجيوه اسئله: شكون انا؟ وشنو كندير انا هنا؟ وشكون اللي جابني؟ ومنين جيت؟ وشكون اللي صايب هاد الشي هذا كامل؟ ما يعرفش الجواب. بلا ما يحس يقول له دماغه باللي راه كاين شي خالق، بلا ما يحس يلقى راسو كيامن بخالق لهاد الكون. لوتارك فيلسوف وكاتب ومؤرخ إغريقي في الكتاب ديالو ديال موراليا كيقول واحد المقولة زوينة، كيقول: إلا سافرنا العالم كامل، كاينين شي مدن ما فيهم لا مدارس، لا سبيطارات، لا حيوط، لا يعني حتى حاجة، ولكن ضروري ما نلقاو فيهم يعني مساجد، او لا نلقاو فيهم يعني معابد. وحاجة أخرى هو أن التدين جزء من نسيجنا العصبي، وهذا الشيء كامل تبتات دراسات علمية في إحدى مشافي الأعصاب اللي دارت دراسة باش يشوفوا شنو المسؤولية على الدين ديالنا من ناحية يعني النفسية ديالنا الروحانية. ومن هاد الشيء كامل بغيت نوصل لكم باللي الماكلة والماء حاجة ضرورية في حياتنا، حتى الدين حاجة ضرورية في حياتنا، يعني غريزة في حياتنا. والغريزة ما يمكنش نعيشو مزيان إلا ما غديناهاش. وإلا كانت الماكلة والماء غذاء في الجسد ديالنا، غذاء ديال الجسد ديالنا، فحتى الدين راه غذاء ديال الروح ديالنا. يعني كنعني بها النفسية ديالك أو الراحة النفسية ديالك. علاقة مزيانة مع الله يعني نفسية مرتاحة، حياة مرتاحة، حياة مزيانة، وعقل سليم. تأمل معايا في هاد الهضرة اللي غادي نقول مزيان. إلا جاب الله وكنتي شي مرة جالس في شي جروب، فكتلقاهم بأنهم إلا ذكروا الرسول كيقولوا عليه الصلاة والسلام، وهذه حاجة مزيانة ما فيها حتى شي إشكال. لكن إلا ذكروا الله ما كيقولوش عز وجل، كيقولوا الله يعني فقط حرفية. فإلا جينا نشوفوا يعني راه الدين راه مجرد وسيلة باش تقرب من الله، ماشي الدين كتأديه كمسؤولية فقط، لا، راه كنديروا الدين هو مجرد وسيلة. فاش يعني إلا كنتي كتستعمل الدين كوسيلة باش تقرب من الله، كيف ما كيقولوا في واحد المثل، ماشي بحال دابا مثلا ما كتقولش راه غادي نصلي باش نحيد الصلاة عليا، لا، راه كتقول غادي نصلي لان يعني كتلقى باش يعني ترتاح في نفسيتك. كيف ما يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام في واحد الحديث، فاش قال يعني البلال: يا بلال أقمي الصلاة، أقمي الصلاة، أقمي الصلاة، أريحنا بها. يعني ريحنا بها ماشي ريحنا منها. يعني الواحد فاش كيكون باغي يخدم الدين ديالو كوسيلة تقرب من الله، فكيولي الدين يعني عنده مجرد وسيلة تقرب من الله. أما إلا كان كيأدي الدين يعني عبء عليه، فهكا كيصعب عليه انه مثلا يصلي، وحتى الا صلى كيولي يقول لك باغي نصلي باش نحيدها عليا، ماشي باش نرتاح في نفسيتي. اللي بغيتك دير معايا في هذا البارتيا من الفيديو هو تنسى الاسلام وتفكر معايا في الله، تفكر معايا في الاله اللي خلق هذا الشيء كامل، تفكر معايا الاله اللي عطاك هاد الودنين وعطاك العينين باش تشوف فيهم. فكر معايا في الاله اللي عطاك دوك العينين اللي كتفرج بيهم. وفكر معايا كذلك بالاله اللي عطاك الجسد اللي كتحس به، والنعم يعني ديال النعم ديالو عليك. عطاك كل شيء، عطاك انك كتشوف، كتقدر تحرك، كتقدر يعني يعني اي حاجه بغيتيها كتقضيها لراسك. عطاك الودنين كتسمع بيهم.
يعني أعطاك حاسة اللمس، أعطاك حاسة الذوق، عطاك يعني فكّر في الإله اللي عطاك هاد الشي هذا كامل وبلا ما يطلب منك حتى حاجة. المقابل ديالها هو أنه كيقول لك عبدني، عبدني يا عبدي وأنا كذلك غادي نعطيك. يعني سواء كنتِ باغي المال أو لا باغي أو لا يعني أي حاجة أنت بغيتيها راه يعني قدر أنه يعطيها لك بالتقرب ديالك من الله. وإلا كنتي كتعبدو يعني كتقوم بالدين ديالك على أكمل وجه، راه داكشي اللي بغيتي من ربي راه غادي يعطيه لك. لان راه العبد ربي راه حنا عزازين عليه وحنا كيحسبنا يعني بحال يعني اش نقول لكم راه ارحم من الام للطفل ديالها. لهذا يعني علاش من اي حاجه خاصتنا ما نمشيوش نطلبوها من انسان اخر او لا من شخص اخر يلبيها لنا. نمشيو عند الله، نتقربوا من الله، نصليو باش ربي يغفر لينا، نصدقوا باش ربي يغفر لينا، يعني نزكيو باش ربي يعطينا داكشي اللي بغينا في حياتنا. فكر معايا في هذا الاله اللي درتي معاه بزاف الاخطاء واخا هكاك مازال كيبغيك. الاله اللي كيقول لك واخا دير اللي درتي ملي غطلب مني السماحه غنسامح ليك. هذا الاله هو الواحد اللي غادي يعاونك في حياتك، وهو اللي غادي يقويك، وهو اللي غادي يعطيك داكشي اللي بغيتي. وكيقول لك غير اجي تقرب مني، اجي عندي انا هنا وراني كنسمعك وكنشوف فيك. يعني شنو بغينا اكثر من هذا الشيء؟ واخا يعني كنعرف الداخل ديالك شنو فيه. كيقدر انه يسمح لك ويغفر لك. يعني الواحد علاش ما يتقربش من الاله ديالو اكثر، ويتقرب من الدين ديالو كوسيله للتقرب من الله. وإلا جينا نشوفو في هاد الحياة هادي، الحياة ما عندها حتى معنى، هي غير تخربيقة لقينا راسنا واحلين فيها ما قادرينش نخرجوا منها. كندوزو فيها من بزاف ديال الأحداث كيخليونا يا إما نعانيو موراها أو لا ندوزو لحظات زوينة، ولكن في الأخير كيجي واحد النهار وواحد الوقت وكتموت. يعني كنوليو بحال إلا عمر ما كنا. الحياة كتكمل بلا ما تسوق لينا. هذه يعني قالها فيلسوف معروف. وكذلك واحد المقولة أخرى قالها فيلسوف آخر، يعني الحياة هي مجرد عبث على الإنسان. يعني كيحسب الراسو هو أهم كائن في الوجود، لكن في الحقيقة الحياة هي غير مجموعة من الأحداث ومصير كذلك. ولكن هنا باش نغديو هذا الجانب الروحي، هو اننا يعني فاش كنتقربوا من الاله ويعني كيولي كيجينا كل شيء عادي، ولو يكونوا حاطين عليك في قفص وسادين عليك كتقول عادي. يعني عادي يجي واحد النهار عادي نموت عادي نموت. وحاجه اخرى يعني راه ربي كيوعدك بالجنه من بعد ما تموت، يعني ماشي فاش كتكون حي حتى كتموت عاد ديك الساعه تقدر يعني تمشي للجنه. فإلا كنتي كتآمن يعني مغدي الروح ديالك يعني بالدين ديالك، فراه حتى حاجه ما غادي تهزمك، حتى حاجه ما غادي تطيحك. حتى ولو تكون باغي دير الفلوس كتقول عادي ندير الفلوس، عادي نتكل على الله، عادي نخدم، ولكن الا ما وصلتش راه في الاخر عادي نموت يعني وعادي نمشي للجنه. ولكن الهدف من هادشي ماشي هو اننا نجلسوا مربعين يدينا، لا، راه حنا كنخدموا كنتكلوا على الله. وبحال دابا مثلا نقول لكم الطقوس الدينيه، هو ان بحال دابا مثلا فاش كتقرب من الله او فاش كتعبد يعني الله، فاش كتصلي صلواتك الخمسه، فاش كتصوم رمضان. وكذلك كاينه حتى الطقوس الدنيويه، يعني كاينه الطقوس الدينيه والطقوس الدنيويه. الطقوس الدنيويه هي كتخليك انك تكون اكثر فخر واكثر يعني عز بداكشي اللي كدير. بحال مثلا داكشي اللي كيامرنا به الله، ولكن داكشي الروحاني ما كيكونش داخل فيه. بحال مثلا ان كيبان لك مثلا شي واحد ما عندوش كتصدق عليه ولو غير بجوج دراهم، تقدر ديك جوج دراهم الا مشيتي تشري بها شي حاجه راه ما غاديش تخلي فيك واحد الفرحه، ولكن الا تصدقتي بها راه كتحس بواحد الفرحه، بواحد الفخر، بواحد الانجاز انك درتي شي حاجه زوينه في حياتك. كذلك يعني فاش كتبان لك شي مرا كبيره هازه الثقل، كتمشي كتهز معاها الثقل كتساعدها باش انها يعني ما يعني هي تمشي. ويعني الواحد الا صلى صلاته من هادشي كامل اللي بغيت نوصل لكم،
الى صلى صلاته وقام بالطقوس الدينيه ديالو وكذلك الطقوس الدنيويه ديالو. بحال دابا مثلا كيف ما قلنا من الجانب الروحاني هو انه يعني يساعد المساكين، يساعد الناس اللي ما عندهمش، ويصلي صلاته، راه هكا كيحس بواحد الفرح، بواحد الفخر، بواحد يعني الغذاء الروحي، انه غدا كذلك ماشي غير غدا الجسد ديالو فقط ولكن غدا حتى الروح ديالو حتى هي. نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش يعني تدعموني بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو اكثر واكثر، وكذلك يعني تبركوا على داك الجرس اللي كاين لتحت باش ان شاء الله تشجعوني نزيد نعطي اكثر واكثر، وباش ان شاء الله يطلع لكم دائما الجديد ديالي. يلا مع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله، ونتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، وبالتوفيق.